ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. النهاردة معانا قصة سخنة جدا، بس اتمنى قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناة علشان تشوفوا منا كل جديد. قصة اليوم بتتكلم عن سلمى وياسين. ياسين جوز سلمى اللي دايما مقصر في حقها. سلمى كانت عايشة في دوامة الفراغ. ياسين جوزها كان من النوع اللي بيحب بالعمل مش بالكلام، يعني يفتكر ميعاد قسط المدرسة، يفتكر يجيب دواء لمامتها، لكن ينسى يقول لها شكلك حلو النهاردة يا سلمى. الفجوة دي هي اللي دخل منها عصام الخاين. عصام كان صياد شاطر، كان بيقف في البلكونة بتاعته اللي قصاد بلكونتها بالظبط، يشرب سيجارته ويراقبها وهي بتنشر الهدوم وتعبانة، ويبدأ يرمي شباكه ويقول لها يا مدام سلمى، حرام والله الورد ده يدبل في الشمس، ادخلي ارتاحي، وانا لو مكان الاستاذ ياسين ما كنتش خليتك تمسي النار. حتى كلام معسول مسموم خلى سلمى تبدأ تحس انها مظلومة مع جوزها. بدأوا يتكلموا واتساب طول الليل وهي جنب جوزها وهو نايم. عصام كان بيبعت اغاني رومانسية ويحكي لها عن احلامه وانه بيدور على ست تفهمه زيها. سلمى بدأت تهمل في بيتها، في الأكل بقى يتشال ويتحط زي ما هو، والعيال بدأوا يلاحظوا إن ماما طول الوقت ماسكة الموبايل وسرحانة. لحد ما جه وقت ياسين جاله سفر تبع شغله، فقال لمراته سلمى على اليوم اللي هيسافر فيه. فسلمى كانت مجهزة نفسها نفسيا للخطوة دي. عصام قال لها أنا طبخت بنفسي النهاردة وعايزك تدوقي أكل الشيف عصام، الشقة أمان ومحدش هيعرف. سلمى خرجت من شقتها وقلبها بيدق لدرجة إنها حاسة إن الجيران هيسمعوا دقات قلبها. خبطت، فتح لها وهو لابس روب شيك جدا وريحة الشقة كلها بخور وبرفيوم. قعدت على طرف الكنبة وهي مرعوبة، لكن هو بدأ ينوم ضميرها بكلامه وبدأ يقول لها انت هنا في أمان، انت مع اللي بيقدرك. لحد ما قرب منها وحط ايديه على كتفها، وبدأت بينهم وبين بعض علاقة كاملة، لدرجة إن سلمى كانت بتصرخ من المتعة، وكل ما عصام يخلص كانت بتقوله كمل أنا مش شبعانة منك. وقعدوا أكتر من 5 ساعات يمارسوا العلاقة ويريحوا شوية ويمارسوا العلاقة شوية، لحد ما عصام قال لها خلاص أنا تعبت هقوم أدخل المطبخ. وهي قاعدة، عصام قام يدخل المطبخ وساب اللابتوب بتاعه مفتوح على الترابيزة قدامها. الفضول والشعور بالذنب خلوها تبص بصة سريعة، لقت فيلدر متسمي بأسماء ستات كتيرة، وفتحت ملف منهم بالصدفة، لقت صور وتسجيلات لستات تانية كان بيستدرجهم بنفس الطريقة وبنفس الكلام اللي قالوا لها. في اللحظة دي عصام خرج من المطبخ ملامحه اتغيرت تماما لما شافها فاتحة اللابتوب. ما كانش الرومانسي بتاع الشات، ملامحه بقت قاسية وعينه فيها نظرة احتقار. قال لها ببرود مرعب ايه اللي فتح ده؟ انت فاكرة نفسك ايه؟ انت مجرد وقت لطيف وبنقضيه زيك زي غيرك، ما تعيشيش الدور قوي. الصدمة فوق الصدمة، الكلمة نزلت عليها زي الكرباج، حست انها رخيصة لدرجة ملهاش وصف. وقبل ما ترد سمعت صوت خبط جاي من منور الشقة، كان صوت ياسين جوزها بينادي على البواب من تحت عشان يفتح له الجراج، لانه رجع بدري عشان يلحق يسهر معاها. سلمى شافت الموت بعينيها، جرت على الباب وهي بتترعش، وعصام واقف يضحك بسخرية وهو بيقول لها خدي بالك وانت خارجة احسن ياسين الغلبان يشوفك. خرجت تجري، دخلت شقتها ورمت نفسها ورا الباب، كانت بتنهج نهيج حد بيطلع في الروح. دخلت الحمام، غسلت وشها بمية ساقعة وهي بتبص لنفسها في المراية وبتقول أنا عملت في نفسي كده ليه؟ أنا بعت كرامتي الواحد بيعتبرني تسلية؟ ياسين دخل الشقة، كان شايل شنطة فيها طقم فضة كان نفسه يجيبهولها من زمان، وأول ما شافها حضنها وقال لها وحشتيني يا سلمى، الشغل ملوش طعم من غيرك. سلمى في اللحظة دي
حست ان الحضن ده نار بتحرقها من كتر الذنب، وعرفت ان الستر اللي ربنا سترهولها ده فرصة اخيرة، يا اما تتوب يا اما هتضيع للابد. ونيجي بقى للنصيحة الكاملة عشان تفتكروها دايما. الراجل الصايع بياع كلام. عصام وامثاله ما بيحبوش حد، هما بيحبوا الايجو بتاعتهم، ويحسوا انهم قدروا يوقعوا ست متجوزة في حبالهم. بمجرد ما بتدخلي بيته قيمتك بتبقى صفر في نظره. المقارنة الظالمة. ما تقارنيش بين جوزك اللي شايل شيلتك وشايف عيوبك وتعبك وبين واحد غريب متشيك عشان يقابلك ساعة. ده تمثيل والتاني هو الحقيقة. الخيانة مش بس علاقة، الخيانة كذبة كبيرة بتبني حيطة بينك وبين جوزك. حتى لو مسامحك الثقة ما بترجعش. مفيش قصة خيانة بتنتهي بنهاية سعيدة، يا إما فضيحة يا إما طلاق وخراب بيوت يا إما عيشة في ذل ونكد للأبد. ولحد هنا احنا وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى لو القصة عجبتكم ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناة علشان تشوفوا منا كل جديد.